السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدين الكرام، اسمي أنا علي شرظريفي، أرحبكم إلى المتحف الطاجكستان الوطني. مشاهدينا الكرام، نحن الآن في قسم تاريخ القديم وعصور الوسطى، وتبدأ الجولة في هذا القسم من خريطة الآثار التاريخية في جمهورية طاجكستان. لدينا في جمهورية طاجكستان الآثار التاريخية كثيرة جدا، وحتى الآن سجلت من قبل وزارة الثقافة جمهورية طاجكستان أكثر من 3000 الآثار أو المعالم تاريخية. وأكثر من هذه الآثار تقع في قسم الشمالي طاجكستان، يعني في ولاية السوق. وأقدم من هذه الآثار هي مدينة سرازم. مدينة سرازم تقع بمدينة بنجاكين، يعني في شمال طاجكستان، وفي سنة 2010 سجلت في قائمة منظمة العالمية للتراث، يعني يونسكو. وكذلك يعود تاريخ هذه المدينة إلى 5000 قبل الميلاد. وكذلك في قسم المركز، يعني في مدينة دوشنبه، يوجد يعني 34 الآثار التاريخية. وفي قسم الجنوب، يعني في ولاية ختلان، 581. وفي نواحي تابع للمركز 481. وفي قسم الشرقية، يعني في ولاية بدخشان الجبلية، 261 الآثار التاريخية. وكذلك 8 الآثار التاريخية انتخب من قبل حكومة جمهورية طاجكستان للتسجيل في تلك القائمة، يعني في منظمة العالمية للتراث يونسكو. وإن شاء الله في قاعة أخرى سنتحدث حول تلك الآثار. مشاهدينا الكرام، في هذه الصور نحن نرى 8 الآثار التاريخية التي انتخب للتسجيل في تلك القائمة. هي قلعة حصار، تخت سنجين، قلعة يمشون، بنجاكين القديم، مدينة بونجيكات، معبد بوذية أجيناتيبا، قصر حلبك، ومدرسة خواجة مشهد. وحول الأشياء التي اكتشف العلماء الآثار من هذه الأماكن التاريخية سنتحدث في قاعات أخرى إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، هذا القسم متحف خصصت للعصر الحجري، وفي بعض المصادر التاريخية كما يقولون عصر ما قبل التاريخ. عصر الحجري هو أقدم وأطول العصر في الحياة البشرية، ولهذا هو ينقسم إلى 3 أقسام رئيسية: العصر الحجري القديم، والعصر الحجري الأوسط، والعصر الحجري الحديث. في هذه الفترة، يعني في عصر الحجري القديم، كان الناس يقومون بصيد الحيوانات وبجمع النباتات الطبيعية، وكانت كل أدوات وأسلحتهم مصنوعة من الحجارة الكريمة، ولهذا يسمون العلماء هذه الفترة عصر الحجري. واكتشف العلماء الآثار من منطقة جمهورية طاجكستان الآثار أو المعالم التاريخية التي متعلق بهذه الفترة عصر الحجرية، وأهم وأقدمها هي هذا المكان، يعني كولدرا أو بمازور، قرطو، ولاهوتي. وأقدم من هذه الآثار هي مكان كولدرا، تقع بجنوب طاجكستان في ناحية خوالينج. وفي نتيجة البحوث الأثرية أو الاكتشافات الأثرية اكتشف العلماء من هذا المكان أكثر من 90 القطع الحجرية القديمة. وهذا المكان يعني ليست فقط المكان تاريخية في جمهورية طاجكستان، بل هو أقدم الأماكن أو المواقع التاريخية في آسيا الوسطى. وفي هذه الصور نحن نرى يعني كيف الناس يعني يشتغلون باصطياد الحيوانات. وفي هذه الأمثلة وفي هذه الصورة نحن نرى نموذج من اصطياد الحيوانات في العصر الحجري القديم. وفي هذا القسم نحن نرى نموذج من الأدوات الحجرية التي كان يستخدمونها الناس في حياتهم اليومية. وفي فترة أخرى، يعني في عصر الحجري الأوسط، يعني قد علم الإنسان كيفية إشعال النار، وكذلك بدأت تقسيمات العمل بين الرجال والنساء. والرجال كانوا يشتغلون باصطياد الحيوانات، والنساء كانت يعني يجلسن في بيوتهن ويطبخن الطعام للرجال. وفي في هذه الفترة أيضا يعني تطورت عندما تطورت فترات التاريخية، قد تغيرت يعني نموذج من الأدوات الحجرية. وفي هذا القسم نحن نرى القطع أو الأدوات التي كان يستخدمون الناس في هذه الفترة.
وجدير بالذكر أن الإنسان الذي يعيش في هذه الفترة يعني في عصر الحجرية القديم يسمون العلماء نياندرتال. وفي هذا القسم نحن نرى نموذج من ولد نياندرتالي. وجدير بالإشارة أن اكتشف أحد من علماء الروس يعني أكلادنيكوف من أحد الكهوف التاجيكية جمجمة رأس هذا الولد، وعينها العلماء ويقولون ويبلغ عمر هذا الولد إلى 10 عاما. يعني كان الشكل الطبيعي للناس الذين يعيشون في هذه الفترة بهذا الشكل. هذا القسم يعني عن عصر الحجرية الحديث. وجدير بالذكر أن عصر الحجرية الحديث هو أهم وأشهر الفترة التاريخية في هذا العصر، لأن قد تطور التاريخ في هذه الفترة في كل مجالات. وفي هذه الصور نحن نرى الأدوات وأسلحة التي كان يستخدمون الإنسان العصر الحجري، حيث الأدوات التي يستخدمون حاليا في حياتنا اليومية، مثل مثقب والسكين والأدوات الأخرى. وفي تحت نحن نرى الأدوات الحجرية التي يستخدمونها الناس لقطع الأشجار ونحت الأخشاب وتثقيب الجبال. وفي هذا القسم نحن نرى الفؤوس الحجرية. الفؤوس الحجرية يعني كان اكتشف العلماء من هذه الأماكن تاريخية. هذا المكان اسمه تتقول، وكانت في عصر الحجري المسكن الأساسي لإنسان العصر الحجري، ولكن حاليا هو سد نارك. وهذا المكان اسمه تتقول، تقع في قسم جنوب تاجيكستان، وفي هذه الفترة كان المسكن الرئيسي للناس عصر الحجري. وفي الأعلى نحن نرى يعني نموذج من النقوش أو الرسوم على الأحجار. يعني في هذه الفترة أيضا تطور فن النقوش أو الفن الرسوم في هذه الفترة، وهذا هو المبدأ الأساسي للفن النقوش أو الرسوم في آسيا الوسطى. تفضلوا مشاهدين الكرام. وفي هذا القسم نحن نرى نموذج من القطع الحجرية التي اكتشف العلماء من المناطق جمهورية طاجيكستان، وكذلك يستخدمون من هذه الأحجار أدوات لزينة. في هذا القسم نحن نرى نموذج منهم. وكذلك جدير بالإشارة أن عندما في هذه الفترة يعني يصيدون الحيوانات، ومن جلودهم يصنعون الملابس، ومن عظامهم كانوا يصنعون بعض الأدوات للزينة. وكذلك في هذا القسم نحن نرى نموذج من الإبر التي يستخدمون للخياطة. وفي هذا الخريطة أيضا نحن نرى المواقع أو الأماكن التاريخية التي وجدت في مناطق جمهورية طاجيكستان ودول آسيا الوسطى. وكل هذه الأماكن أو المواقع التاريخية أشرت بألوان أو بألوان مختلفة. مشاهدين الكرام، في هذا القسم نحن نرى نموذج من المنظرة الطبيعية لكيفية عيشة الناس عصر الحجري يعني في تلك الفترة. وكما ذكرنا كان الشغل الرئيسي الناس عصر الحجري هو اصطياد الحيوانات أو الصيد. في هذا القسم نحن نرى الرجال يشتغلون باصطياد الحيوانات، وكذلك في قسم المركز نحن نرى الرجل يشتغل بإشعال النار. كما ذكرنا في عصر الحجرية الأوسط علم الإنسان كيفية إشعال النار. وكذلك في هذا القسم نحن نرى هذه الامرأتان يشتغلان بالخياطة أو يخيطون من جلود الحيوانات لهن الملابس. وكذلك في هذا القسم نحن نرى الرجل يشتغل بتصوير أو بنقوش نموذج من الحيوانات في الجدران أو الحيتان. وفي القسم الأخير نحن نرى الرجلان يشتغلان باصطياد الأسماك. وجدير بالذكر أن كان الغذاء الرئيسي في هذه الفترة السمك. وكذلك في القسم الأخير نحن نرى الرجل قد رفع أيديها إلى السماء. يعني في هذه الفترة قد بدأ أول اعتقادات الدينية في هذه الفترة. في العموم نحن نستطيع أن نقول هذا يعني نموذج من كيفية المعيشة والعيش الناس عصر الحجري في تلك الفترة.
مشاهدينا الكرام، في العصر الحجري كان الجو في مناطق جمهورية تاجيكستان المعتدلة، ولهذا كانوا يعيشون مثل هذه الأفيال الكبيرة في مناطق جمهورية تاجيكستان. وفي نتيجة البحوث الأثرية اكتشف العلماء من قسم الشمال تاجيكستان 3 أقسام العظام الأصلي لأفيال التي يعيشون في تلك الفترة في منطقة جمهورية تاجيكستان. هذا الأقسام يعني عظام الأصل هذا الفيل، وتعود تاريخها إلى 3 ملايين عاما. ومن وجه هذه العظام نحن صنعنا نموذج الأصلي فيل من الجبس.